حياكم الله أحبتي المتابعين، ومرحبا بكم في بث جديد. واليوم الحديث: هل هنالك خلاف بين النظام الطائفي وإيران وميليشيات إيران؟ هنالك من يتكلم عن انقلاب فاشل أرادت إيران أن تقوم به، وهذه القصص التي تسوق يوميا. في هذا اللقاء سوف نتكلم بكل وضوح عن هذا الأمر. ما الخلاف بين النظام وإيران؟ هل يمكن أن يكون هناك خلاف بين إيران وميليشيات إيران من جهة والنظام الطائفي من جهة أخرى؟ ثم الذين يسوقون عن خروج إيران من سوريا، وكيف سيكون هذا الخروج؟ هذا أمر مهم، لأنه أن يتردد، يعني حتى أحد القنوات اتصلت بي البارحة وطلبوا مني لقاء حول هذه القصة، وقلت لهم لا يوجد هذا الموضوع. تسوقه أجهزة النظام لغاية في نفسها، حتى تعطي مثالا يعني للأنظمة العربية. طبعا الأنظمة العربية هي التي أعادت النظام، فبالتالي تريد أن تسوق لهذه الأنظمة التي وجدت نفسها مفلسة أمام الوعود التي قدمتها للسوريين، وهي وعود إعلامية بأنهم أعادوا بشار الأسد لكي يحافظوا على وحدة سوريا، وأعادوا بشار الأسد إلى الجامعة العربية كي يخرجوا إيران من سوريا، وهذه القصص الكثيرة. هم من خلال هذه الإشاعات المرضي عنها طبعا من الأنظمة العربية التي أعادت بشار الأسد إلى الجامعة العربية، من خلال هذه الإشاعات وهذه الأخبار يوحون للناس بأن ثمة خلافا بين النظام وإيران، وأن النظام الآن يعمل على تقزيم وتحجيم دور حزب الله في سوريا. طيب، نأتي إلى الأسباب التي تدعو النظام السوري إلى تقليص نفوذ حزب الله أولا في سوريا، وتحجيم هذا الحزب أو الاستيلاء على مقراته مما يتردد هنا وهناك. ما هي الأسباب التي تدفع النظام لذلك؟ أولا، حزب الله ليس حزبا لبنانيا، يعني بمعنى لديه استقلالية في الرأي، استقلالية في الحركة، استقلالية في القرار بالمطلق. هو ذراع إيراني في لبنان، وهؤلاء لا يخفون. يعني حتى حسن نصر الله كان يقول دائما: نحن خمينيون، نحن نتبع ولاية الولي الفقيه. وحزب الله حين تأسس في عام 82، حتى التفاهمات التي حصلت ما بعد الطائف، وهو يرفض الدولة اللبنانية وينظر إلى لبنان بأنها تحت نظام كافر، وأنه يسعى إلى إقامة يعني الدولة الإسلامية كجزء من الدولة الإسلامية في إيران، يعني الثورة الإيرانية. وبعد ذلك بدأ يتغير سياسيا، ودخل العملية السياسية في لبنان، وبدأ يسيطر عمليا على المشهد السياسي في لبنان، إضافة إلى القوة التي يملكها من خلال الدعم اللامحدود من إيران. لكن كل هذه العوامل لم تعطي لحزب الله استقلالية في قراره. يعني حزب الله حين دخل منذ اللحظة الأولى مقاتلا للثورة السورية، لم يدخل بصفته حزبا لبنانيا لديه مصالح أو تقاطع مصالح مع النظام السوري، وبالتالي أراد أن يخدم النظام السوري، وأمر بأن يذهب للقتال في سوريا فذهب، مثله مثل بقية الميليشيات التي جاءت من العراق، من باكستان، من أفغانستان، من اليمن، من أماكن كثيرة. يعني الوثائق تقول بأنه أكثر من 66 فصيلا شيعيا قد جاءوا إلى سوريا لمقاتلة الثورة السورية. طيب، حزب الله هو الأقرب والأكثر قدرة من بقية الفصائل الشيعية الطائفية التي جاءت مع إيران لمقاتلة الشعب السوري. هؤلاء حتى في خطابهم حين دخلوا في مقاتلة الشعب السوري كانوا يخاطبون لبنان، الدولة اللبنانية، بأنهم مهددون من قبل الإرهاب أو من قبل النصرة، كما يقولون أنها بدأت يعني تتقدم في الأرض اللبنانية، وعليهم أن يحموا لبنان. هم دخلوا داخل سوريا، لم يحموا لبنان، ودخلوا داخل سوريا، ويخاطبون كوادرهم يعني التي تنتمي إليهم بأن عليكم واجب مقدس هكذا. حتى الذي يعني كان يقتل في سوريا يقولون شهيد الواجب المقدس في جهاده المقدس. يعني كان هنالك خطاب ديني يستخدمونه في قتال الشعب السوري.
إضافة إلى الرايات الطائفية، إضافة إلى الشعارات الطائفية التي كانوا يقاتلون تحتها، لن تسبى زينب مرتين، لبيك يا حسين، إلى آخره، وما كانوا يفعلونه في مساجد السنة، وكيف كانوا يعتدون على أعراض المسلمات السوريات داخل المساجد السنية. طيب هذا الأمر الآن بعد أن يعني حقق حزب الله الشيء الكثير في سوريا للنظام، وقاتل الثورة السورية بكل شراسة، وحتى حين هزم هو ومن معه من الطائفيين، ذهب قاسم سليماني إلى موسكو واتفق مع الروس، وتدخلت أنظمة عربية ساعدت وساهمت في تمويل الحملة الروسية كما فضح الأمر، ووافقت أمريكا والدول الغربية على مجيء روسيا لمنع انتصار الثورة السورية. بعد هذا الشيء الذي تعرضت له سوريا، إضافة إلى الحملة التي قادها التحالف، أكبر تحالف أسس في العالم وفي التاريخ لمحاربة الإرهاب، وإذ بهذا الإرهاب يتبخر داعش وتطرد من سوريا الكتلة الصلبة التي يعني هي يعني كلمة سر في وجود سوريا، هي الأكثرية، طردت بالملايين من سوريا، سواء في يعني تشرد داخلي، لجوء داخلي، أو تشرد خارجي في اللجوء الخارجي في دول اللجوء أو الاتحاد الأوروبي أو الأمريكيتين، ولم تبقى دولة في العالم لم يصل إليها سوري. طيب بعد كل هذه الأمور، حزب الله بدأ يتموضع في أماكن مهمة جدا، كمثلا الحدود السورية العراقية. أنتم تعلمون أن الحدود السورية العراقية، حين نتحدث عن حدود سوريا والعراق، هنالك مساحات شاسعة واسعة فارغة، هي الشامية أو البادية السورية التي تفصل سوريا والعراق. لكن في مقابل مناطق أخرى، مثلا حين نقول معبر البوكمال، البوكمال مدينة عامرة يعني يقطنها أكثر من 200,000، ومقابلها مباشرة تأتي حصيبة أو القائم كما يعني تسمى، وبقية المدن العراقية، أي أنها يعني مدينة مقابل مدينة عراقية. كذلك في الحدود مع الحسكة، مناطق يعني مثلا نهر دجلة الفاصل لا يذكر تقريبا بين مناطق القامشلي والموصل. طيب هذه المناطق التي سيطر عليها، يعني حين نتحدث عن يعني ما تعرف شرق الفرات وغرب الفرات، للأسف هذه التسميات الجديدة، لكن حين نتحدث عن المناطق التي سيطرت عليها قسد، هذه قصة أخرى. أما المناطق التي توسم بأنها تحت سلطة النظام، من يسيطر عليها فعليا؟ حزب الله والميليشيات الطائفية. وهؤلاء يعني لم يكتفوا بالسيطرة على مناطق مهمة في البوكمال وفي الميادين ودير الزور وقرى أخرى تابعة لمدينة دير الزور وتابعة للبوكمال والميادين، بل هنالك أمر آخر، وهو بدء التشييع في أبناء العرب السنة في هذه المنطقة. طيب هذا التشييع لحساب من ولماذا يقومون به؟ وهذا التشييع أيضا يتم بثلاثة أمور. الأمر الأول هو ما يسمى يعني التطوع عند حزب الله والميليشيات الإيرانية، لأن الناس في وضع اقتصادي بائس، فالتطوع في هذه الميليشيات يؤمن إلى حد ما دخل معقول يعني لمن يتطوع عندهم. طيب هذا الذي يتطوع عندهم، هل يتطوع عندهم مثلا سوف يذكرون أمامه محاسن سيدنا عمر مثلا، وما أنتجته عقلية سيدنا عثمان من تطوير الدولة الإسلامية مثلا، أو ما قام به أبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة؟ بالمطلق سوف يستمع إلى ثارات الحسين والمعركة بين أتباع يزيد وأتباع الحسين وهذه القصص التي هم عليها. إضافة إلى أنه هل سينظرون إليه يعني على هذا الجسم الداخل إليهم من السنة على أنه يشبههم في حالة العبادات، فهم يذهبون به مذهبين: إما أنه يغرقونه في الفساد والمخدرات وما شابه، وبالتالي يتحول إلى كائن تسيطر عليه الشهوة بكل معنى الكلمة، ولا علاقة له بما يحصل، منفصل عن الواقع بتغييب العقل، وهذا أسلوب الحشاشين عبر التاريخ. والأسلوب الثاني هو إغرائي، بأن يتحول إلى متشيع سياسيا، وربما يصبح فيما بعد متشيع عقديا.
هذا أسلوب. الأسلوب الثاني الذي يتبعونه وهو أسلوب التعليم. التعليم الآن لو ذهبنا إلى مناطق دير الزور، المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية، سنجد بأن يأخذون عدد من الطلبة يرسلونهم للدراسة في معاهد في إيران وكليات في إيران، إضافة إلى إنشاء معاهد ومدارس ودعم مدارس في هذه المناطق. هذه المناطق الطفل ماذا يتلقى بها؟ يتلقى بها مآسي أهل البيت ومظلومية أهل البيت وما فعله الصحابة بآل البيت، هكذا يصورون لهم القصص، إضافة إلى شتم التاريخ العربي ومنه في القلب الأموي. الأسلوب الثالث وهو أسلوب أيضا يعني خطير جدا يتبعونه، في ينقسم إلى شطرين. قسم المساعدات التي مثلا هنالك من تجده في حالة مثلا وضع سيء مادي، يأتون هؤلاء يوزعون لهم الخبز، يوزعون لهم الطعام، يفتحون لهم مراكز صحية إلى آخره، فينظر إليهم على أنهم إنسانيون وأنهم يعني يعطفون على الناس إلى آخره. فهذا ماذا يعني؟ يعني تقرب الناس أو كسر الحاجز النفسي بينهم وبين الميليشيات. والشأن من هذا البند هو شراء العقارات. شراء العقارات بأي طريقة ومهما تكلف، يشترون عقارات ليتمكنوا منها. طيب هذه العقارات لمن يعني ستكون؟ لمن ستكون فيما بعد؟ الحقيقة ليس للذين جاءوا فقط كمقاتلين ويريدون البقاء، بل هنالك توطين هائل لقادمين من خلف الحدود، يقدرون الآن أنهم يعني قد وصلوا إلى أكثر من 1.5 مليون من الذين تم تجنيسهم داخل سوريا. وهؤلاء من أين؟ من مناطق مختلفة، سواء من العراق، من اليمن، من لبنان، هذه المناطق العربية، شرق السعودية إلى آخره، ومن أفغانستان وباكستان وربما مناطق أخرى. طيب كل هذه الأمور التي تمت، والآن بعد هذا الدمار الذي ضرب المنطقة، ضرب سوريا، يأتي شخص ويقول لي النظام يعتقل عناصر من حزب الله أو يريد أن يقلص نفوذ حزب الله. حزب الله أداة قذرة لا قيمة لها أمام النتاج الذي أصبح على الأرض. يعني الذي يأتي ويضحك علينا ويقول الأنظمة العربية السعودية ستخرج لكم إيران وستدفع لها 50 مليار، تدفع لها 50 مليار مقابل دماء السوريين، بدل أن تدفع هي للسوريين التعويضات وعليها تقع هذه التعويضات كما في القانون الدولي، لأنها دولة غازية. هذه لم تدخل بتفويض لا من مجلس الأمن، ولم تدخل بمبرر أو مسوغ قانوني من حكومة شرعية قائمة في سوريا، لأن النظام سقط بالشرعية الثورية بوصف الشعب هو مصدر السلطات وهو مصدر السيادة. ومع ذلك حين يقولون ستخرج إيران، كيف تخرج إيران؟ ظلال إيران أصبح أقوى على الأرض، أصبحت أقوى من وجود عنصر أو مقاتل إيراني. هل تعتمد إيران على مقاتلين لديها؟ أبدا، تعتمد على ظلالها من هؤلاء الذين تحدثنا عنهم وجلبتهم من خلف الحدود وقاتلوا الشعب السوري، أو من السوريين الذين أصبحوا يعملون مرتزقة عندهم وتشيعوا لها سياسيا وينتظرون المرحلة القادمة، وهي الأبناء من هذا الجيل الذين سيولدون متشيعين عقديا، لا يحتاجون إلى أن يمروا بمرحلة التشيع السياسي. هذه القصص التي تتحدث عن محاولة انقلاب إيراني على بشار الأسد أكاذيب تصنع الآن بمرحلة الانهيار الذي يحصل لحزب الله، وبمرحلة الخوف الذي يعيشونه بأنه ربما تنقلب عليهم إسرائيل بعد أن يعني تقاطعوا معها في المصالح وحموها على مدى 40 عاما، ومنعت إسرائيل بشتى الوسائل سقوط النظام السوري، بل دعمته يعني موافقات مبدئية أو ضمنية أو علنية لمن يأتي لمقاتلة الشعب السوري ومنع سقوط النظام. والآن بعد هذا الاجتياح الإسرائيلي للجنوب في سوريا وتفريغ المنطقة، وربما يتقدمون لمناطق أوسع يحمون بها ما يسمى حدود إسرائيل، يأتون ويشيعون هذه القصص يعني ويكذبون على الناس بأنه هنالك محاولة انقلاب، هنالك يعني كما يقولون
صراع بين النظام السوري وحزب الله، وأن النظام السوري الآن يعتقل عناصر لحزب الله، وهذا كله يدخل في الحرب النفسية التي استطاع النظام أن يقودها منذ البداية ببراعة. ليس النظام بعينه، لاحظوا هنالك شركات تعاقد معها النظام منذ بداية الحرب أو بداية الثورة السورية، الحرب الذي شنها على الشعب، واستخدم فيها مجموعة من الوسائل على مستوى الإعلام، منها التعنتيم الإعلامي والتضليل الإعلامي واستخدام أسلوب حالة إنكار، لا وجود لثورة في سوريا، هنالك إرهاب، هنالك جماعات تكفيرية، هنالك قاعدة إلى آخره، ونجح في ذلك. وحتى الانشقاقات التي حصلت في الجزيرة ومجيء لونا الشبل وعمل لونا الشبل كمستشار عند بشار الأسد وغير ذلك، والانشقاق الذي أدى إلى صناعة قناة الميادين التي يعني هي نتاج، طبعا يعني نتاج إيراني بكل معنى الكلمة، وإلغاء قناة لبنانية وانضمامها إلى هذا المشروع. جمعوا فيها كل الذين رفضوا أن يتحدثوا بأن ثمة ثورة في سوريا وأن يؤيدوا الثورة السورية، فصنع لهم هذا الإعلام الذي سوق مجموعة من الأكاذيب، وما زال منها جهاد، ما يسمى جهاد النكاح، منها ما يسمى الإرهاب في سوريا إلى آخره. إذن يعني ما يتكلمون عنه الآن عن ما يسمى خلافات بين النظام السوري وحزب الله، وأن النظام السوري يعتقل عناصر من حزب، كلها للتغطية على أمرين: الاجتياح الإسرائيلي لجنوب سوريا، والدماء التي تنزف في إدلب والشمال السوري نتيجة القصف الروسي المكثف وقصف النظام أيضا على هذه المناطق. وربما أن النظام الآن يحشد، وكما وردت أخبار أنه حشد على هذه المناطق مستغلا تغطية الطيران الروسي الذي، هذه رسالة واضحة أنه ما زال يقاتل مع بشار الأسد أو يقاتل ضد الثورة السورية. والأمر الثاني للأسف هو الاقتتال البيني بين الفصائل في الشمال، مما يضعف يعني بشكل عام حالة الثورة السورية في الشمال. هذا باختصار شديد، يعني بأن من يتحدث بأن هنالك خلافات بين إيران والنظام السوري، إيران هي التي أوقفت الثورة السورية. صحيح هناك تدخل روسي وهناك تدخل أمريكي وهناك تدخل إقليمي، صحيح، ولكن إيران كانت يعني تضخ كل شهر $500 مليار لخزينة النظام لمقاتلة الشعب السوري. إيران هي التي كانت تشحن السلاح دون انقطاع للنظام السوري، هي التي جاءت بمرتزقتها يعني عشرات الآلاف من المقاتلين، يعني هنالك من يقدرهم بنحو 150,000 ربما أكثر، نتحدث عن نحو 70 فصيلا شيعيا، يعني التعداد نحو 66 فصيلا. هذه فصائل كثيرة متعددة ومجرمة، إضافة إلى الأمر الذي صنعته إيران من خلال يعني جلب مجموعات شيعية من خارج الحدود السورية وتوطينهم في سوريا وإعطائهم الجنسية السورية، إضافة إلى أن ثمة أمرا صنعه حزب الله، وهو التعاون مع النظام الطائفي في صناعة الكبتاغون. والكبتاغون هذا يدر مليارات الدولارات، ليس على النظام فقط، على النظام وحزب الله. وحزب الله يعني وزع معامل صناعة الكبتاغون في المناطق التي يسيطر عليها. هناك معامل في الميادين، معامل في قرى دير الزور، في مدينة دير الزور، في البوكمال، ومناطق ربما يعني في أماكن أخرى. هذه المعامل مشتركة ما بين النظام أو عصابات النظام الطائفي وحزب الله. طبعا حزب الله حين نتحدث يعني إيران. فما هذا الخلاف الذي يتحدثون عنه وعن طرد حزب الله من سوريا أو السيطرة على مقراتهم؟ يعني إشاعة من هنا وإشاعة من هناك، والناس تنشغل عن أهم الأمور التي تحصل، الضربات التي يتلقاها حزب الله، وبدأ الآن في أضعف حالاته. لو أن هنالك تنظيما حقيقيا في الثورة السورية لتم كنس حزب الله من مناطق شرق سوريا، لكن طبعا أمريكا لا تريد ذلك، هذا مؤكد. وهنالك يعني عدم، يعني لنكون واضحين، لا يوجد قيادة في الثورة السورية. الثورة السورية تعاني من غياب الرأس والقيادة، وتعاني من غياب الجهاز الأمني والجهاز أيضا الإعلامي.
فهذه الأمور التي نتحدث عنها توضح مدى الترابط التشابك العضوي بين النظام السوري وحزب الله، وبالتالي هذه أخبار وأكاذيب وحديث عن انقلاب تقوده إيران أكاذيب وألاعيب. لا يستطيعون الآن، ليس حبا ببشار الأسد، كل الفرقاء الذين دعموا بشار الأسد هم بحاجة لبشار الأسد حتى يبقى يعني رمزا، يبقى اسما، سموا ما تريدون، يلتف حوله أبناء الطائفة والشبيحة وأصحاب المصالح الذين انغمسوا في الدم السوري وسرقة ونهب الاقتصاد السوري، أن يبقى بشار الأسد بهذا الشكل. هذه هي الحقيقة للأسف التي يحاول كثيرون أن يقفزوا عليها أو أن يسوقوا كثير من القضايا غير الصحيحة، ولا سيما الأبواق التي تحسب الآن على بعض الأنظمة الخليجية التي أعادت بشار الأسد إلى الجامعة العربية بأنها تعمل بطريقة أو أخرى ل يعني إخراج إيران من سوريا وإنهاء حزب الله من سوريا، وأن تعد السوريين بمستقبل أفضل. هذا باختصار الذي يعني تحدثنا عنه. الآن نحن طبعا سيصعد الأستاذ إبراهيم لإدارة الحوار واستضافة عدد من الأخوة الأفاضل الذين يعني يتابعون معنا في هذا البث. حياكم الله مرة أخرى أحبتي المتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ إبراهيم معك إدارة الحوار، حياك الله. حياك الله أستاذ أحمد دكتورنا العزيز. توقع لنا حلقة نارية اليوم وضيوف كرام إن شاء الله. نوجه الدعوة حاليا لأخوتنا وتباعا إن شاء الله نستقبلهم. ربما الحديث دسم خصوصا بالنسبة للنظام وإيران في ظل تطورات المنطقة والحرب الإسرائيلية. أبو أيمن، عندنا يعني أمر جلي واضح أنه إسرائيل من أيام تحدثت بشكل واضح ومعلن عن مواجهة تحديات وتهديدات كبيرة في الشرق الأوسط. ربما هي تقولها وعلنا تتكلم. إذا لاحظت حتى أنه أعلن نتنياهو من منبر الأمم المتحدة بأن محور الشر واللعنة وشاركه رئيس الاستخبارات الإسرائيلي عموس يلدن. إذا أنت كنت متابع أبو أيمن، أنه في حتى كتب في مقال بأنه ضرب نظام الأسد. طبعا هذا الأمر ربما بروباغندا عالمية لا أكثر، لأنه إسرائيل هي أكثر من دعمت نظام الأسد، ولكن قال أن نظام الأسد هو الجسر الداعم للخط حزبالة إيران، ولذلك ربما نقوم بضربه حتى لا يتنامى حزب الله من جديد ويسير على هذا النهج والحد من خطورته. تجنب حروب في المنطقة أتوقع باتت من الماضي أبو أيمن. نعم صدقت أستاذ إبراهيم، حياكم الله مرة أخرى. أستاذنا أستاذ هيثم المالح، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام يا ابن الكرام، يا مرحبا. أستاذ أيمن العزيز. أستاذ هيثم، يعني هو السؤال المطروح الآن، هل هنالك حقيقة محاولة انقلابية إيرانية ضد نظام بشار الأسد؟ هل هنالك تضييق على حزب الله في سوريا وسيطرة على مقراته؟ ما حقيقة ما يحصل؟ يعني أنا ربما استمعت لي يعني تحدثنا هذه أكاذيب وألاعيب يراد منها السيطرة على يعني ذهنية النظام، ذهنية الشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية بما قدم أخي أبو أيمن دكتور أحمد. أنا أريد أن أشير إلى نقطة لعلها يعني غابت. هذه النقطة هو منذ مجيء حافظ الأسد إلى الحكم في سوريا واستيلائه على دمشق. أنا أريد أضع صورة أمام الأخوة المستمعين. دمشق بلد محافظ، يعني طابع الناس الشوام الدمشقيين في البلد ناس بعيدين عن الترف والفجور وما يسمى الفن والغناء والرقص. كل هذا التيار لم يكن له وجود في سوريا.
أنا كنت بفترة من الفترات كنت قاضي تحقيق في دمشق، وأنا أعرف الحياة العامة والحياة الليلية، أعرف كل شيء عن دمشق. يعني كان فيها فقط ما يسمى نوادي ليلية، كان فيها 3 نوادي ليلية، كل سنة تغلق النوادي وتختم بالشمع الأحمر وتطلع قرارات ضد يعني الفجور اللي يصير فيها إلى آخره. لما جاء المرجوم حافظ الأسد واستلم الحكم، جاء معه طبعا صرف من الخدمة العسكرية تقريبا كل الضباط الدمشقيين، واستبدلهم بهؤلاء الذين عينوا في الجيش، يعني كانوا احتياط، يعني ضباط احتياط ما معهم شهادات كليات حربية. يعني منذ ذلك الحين هؤلاء الذين استلموا دور في دمشق، دور مصادرة بصيغة من الصيغ، حولوا الدور المصادرة كلها إلى مواخير. هذا أنا بدي أقول شيء كتير أساسي. سلوك حافظ الأسد قبل يعني بنائه لعلاقات استراتيجية مع نظام البغاء الخميني في قم وطهران، مهد لهذا النظام، نظام البغاء والفجور، اللي هو النظام الإيراني الذي يعني ينشر المتعة، ينشر الدعارة باسم المتعة، يعني وينشر المخدرات. أنا قبل ما أخرج من السجن، لما كنت في السجن قبل الثورة بشوي، كان إلى جانبي مساعد ضابط في الأمن السياسي يقول لي كلام كتير خطير يا أخوة. يقول إنه المعروف لدى الشعب السياسي في دمشق 70,000 بيت دعارة. 70,000 بيت دعارة. لازم نشوف هذه المسألة يا أخوة. يعني هذا موضوع ليس هو بعيدا عما يجري من وضع سياسي في داخل سوريا. فلما استلم هذا الحكم حافظ الأسد، مهد، سمح لهؤلاء الضباط يفعلون في البلد ما يريدون. وقسم من المسؤولين في الدولة مثل عبد الله الأحمر مثلا، عبد الله الأحمر الطريق المؤدي إلى منطقة التل كله أصبح عبارة عن يعني مواخير باسم نوادي ليلية. ثم أصبحت طائرات تحمل الشباب العزاب من دول الخليج ليأتوا بهم إلى دمشق، ويعني يفرغوا شهواتهم في هذه النوادي الليلية وما إلى ذلك. هذا كله تمهيدا لما تم فيما بعد، أضعاف الوازع الديني، أضعاف يعني الشوكة الدينية في البلاد، عن طريق نشر الدعارة، نشر الفجور، نشر المخدرات وما إلى ذلك. هذه هي مقدمة لما حصل بعد ذلك. يعني أنتم بتعرفوا أخي الكريم، يعني أهم ماخور في العالم هو قم عبارة عن، صحيح هي مدينة اسمها، لكنها هي في حقيقة الأمر ماخور علني. يعني أنا يعني أسميه من باب الهزء الماخور الإسلامي، باعتبار إيران تعلن، إيران الجمهورية الإيرانية الإسلامية، إسلامية يعني هذا الماخور موجود عندهم، يعني ماخور إسلامي، هذا قم. فبالتالي النهج الذي سلكه نظام حافظ الأسد في سوريا هو عبارة عن تدمير الأخلاق، تدمير الأسر، تدمير يعني المجتمع. هذه كلها كانت ممهدات ومهيئات لما وقع فيما بعد، استكمالا لبرنامج المتعة والمخدرات وما إلى ذلك الذي نشرته إيران عندما دفعت بميليشياتها في سوريا. أنت حضرتك تحدثت عن 60 نوع من الميليشيات، قد يكون أكثر من ذلك. دفعت بهذه الميليشيات في كل مكان، ثم أحيت
أحيت قبورا ليس لها مستند تاريخي ولا شيء، سمت هذا قبر فلاني، هذا مزار وإلى آخره، وأنشأت حول المزارات وحول القبور أنشأت يعني فنادق تؤجر بالليل من أجل أن يأتي الإنسان ويقضي شهوته بالمتعة مع النساء اللواتي يقبلن به. هذا ما حصل في سوريا. يعني الآن الوضع أكثر خطورة وأكثر يعني أكثر خطورة على المجتمع السوري، لا يعني من الناحية السياسية، لا أتحدث حتى الآن من الناحية العقدية. الآن الوضع، أنا وصلني أكثر من فيديو حول موضوع الليل في دمشق. يعني والله يا اخوه، يعني شيء يندى له الجبين ما حصل، ما الطعنات والمؤامرات اللي وجهت الى دمشق خاصه في سوريا، يعني شيء يندى له الجبين. يعني النظام، يعني العصابه الحاكمه، سواء كان يعني من ذيول حافظ اسد او ممن الولد الذي خلفه ويحكم البلد، يعني سعوا هؤلاء لنشر الفجور والدعارة والزنا، ومنعوا محاسبة الناس اللي بيسلكوا هذا السبيل وما إلى ذلك. واستكملت، جاءت إيران فاستكملت بصناعة هي يعني ذراعها حزب الشيطان في سوريا، استكملوا بصناعة المخدرات لكبتاجون وغيره من أنواع المخدرات. هذه كلها تدخل في نفس جو الدعارة والفجور وتدمير المجتمع السوري، تدمير الأسرة السورية. هذا هو اللعبة الأساسية. فاليوم ما يتحدثون به يا أخي، أولا أنا أريد أن أقول يعني لا أحد يتصور بالمطلق يعني أنه سيكون هناك انفصام ما بين القيادة الإيرانية وعصابة بشار الأسد في دمشق، ولا بين القيادة الإيرانية والقيادة الروسية، لأنه يعني بوتين رئيس مافيا كما هو معروف. يعني لما سقط الاتحاد السوفيتي تحولت روسيا الاتحادية إلى دولة مافيوية، وبوتين هو الذي يقودها مع طاقم الحكم، يقود موسكو قيادة مافيوية ويتفنن في أسلوب المافيات، ويفرغ حقده وجنونه في سوريا بعدما فشل في أوروبا، بعدما فشل فشلا ذريعا في شكرا جزيلا الدولة التي كانت جزءا منه. يعني فيفرغ حقده في سوريا ويتركون للكيان الصهيوني في فلسطين أن يتقدم في الجنوب السوري كما يريد. وأعتقد طبعا الكيان الصهيوني يحضر تحضيرا ما لغزو بعض المناطق في سوريا. أنا في المناسبة يعني بين قوسين فقط بدي أقول أستاذ هيثم، شكرا جزيلا على مداخلتك الرائعة.